صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه الأخبار؟ حلقة النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع مهم جدا. هنتكلم عن ماتش السوبر اللي بين الأهلي والزمالك، أو الأهلي وبيراميدز. في ناس قالت الأهلي وفيوتشر، وناس قالت يلا ما نخليها الأهلي وطلائع الجيش. موضوع قلب بفضيحة، والموضوع كارثي ومحدش واخد باله، وكله عايش كده، قال لك كل حاجة بتمشي. حاجة يعني قمة الاكتئاب والله العظيم. فمبدئيا كده، لو انت هتتفرج على الفيديو ده من الاول او الحلقة دي، لو هتفتكر ان انا اهلاوي هقعد اطبل طول الحلقة واقول كهربا مظلوم والاهلي ليه حق وانا شفت الفيديو ان كهربا ما غلطش، فما تكملش الحلقة. وفي نفس الناحية التانية لو جيت ولقيت لا انا هتكلم ان الزمالك مظلوم واللي عمله ده صح والكلام ده كله، برضه ما تكملش الحلقة. انا اللي انا عايز اتكلم فيه كله الموضوع من منظور تاني خالص، هبص على الدنيا من فوق شوية. منظرنا قدام الناس. يعني النهارده انا راجل، لو هتقول لي انا راجل تبع الاهلي هقول لك انا شايف ان الاهلي مش غلطان. ان الراجل بيقول لك ازاي تطلعوا القرار بعديها ب3 شهور، واصل الفيديو متركب، واصل كهربا قال كهربا عقده صح وما قالش مش عارف ايه. وموضوع يعني همشي معاك فيه للاخر كاهلاوي، واقول ان الاهلي عنده حق ووجهه نظره صح. هاجي للناحيه التانيه اقول لك برضو الزمالك عنده وجهه نظره اللي هي تحترم. ان انت اللاعب عندي السنه اللي فاتت اتوقف، اذا كان شيكابالا ولا امام عاشور ولا انتوا فين اصلا؟ ازاي القرار ما اتطبقش ساعتها؟ لازم كان يتطبق ساعتها، ازاي تستنوا برضو شهرين وثلاثه والكلام ده كله؟ طب يا جماعه، احنا مين اللي وصلنا للمرحله دي؟ يعني احنا النهارده كل واحد من وجهه نظره او من منظوره شايف ان النادي بتاعه صح اللي بيشجعه. تيجي تسالني انا شايف ان المشكله الكبيره في اتحاد الكوره. والكلام ممكن يكون كذا واحد قاله قبل كده، بس انا عايز اتكلم معاكم بطريقه تانية شويه. اتحاد الكوره بيعمل ايه؟ يعني بيعمل ايه في الموقف ده؟ ايه يا جماعه اللي احنا وصلنا له ده؟ انا بقولها لكم تاني، الاهلي صح والزمالك صح من كل واحد من وجهه نظره، وانا بصراحه مش عارف مين فيهم اللي صح في الاخر. لكن اللي انا شايفه ان في منظومه فاشله بتدير الماتش. مشكله اتحاد الكوره دايما ان هو كان بيحب يطبل او يطبطب للاهلي والزمالك قدام الفرق التانية اللي ملهاش جمهور، اللي ملهاش، ما فيش خوف منها بمعنى اصح. يعني الاهلي عنده مشكله مع اي فرقه بنظبطها للاهلي، الزمالك عنده اي مشكله بنظبطها، بنخاف منه، من رئيسه، من الجمهور. لكن يوم ما اتحطوا الاثنين قدام بعض، اتحاد الكوره اتكشف. اتحاد الكوره النهارده ما بقاش عارف يتصرف. قال لك لا، هيتلعب الماتش عادي، واحنا متعودين ان مرتضى منصور كل مره بيرجع في كلامه. الراجل راح ملبسهم في الحيط. حركه بصراحه صايعه، وقال لك ايه مش لاعب اصلا، كده كده مش فارق معايا السوبر في حاجه، انا لا كده كده بنسبه كبيره مش هكسب، وشكلي مش هطلع تاني السنه دي، فمش هلعب لا اخد دوري ولا كاس، فانا مش هلعب السوبر السنه الجايه. فالدنيا عندي مظلمه، واللي عايزين تعملوه اعملوه، هتخصموا عليا مليون جنيه، انا كده كده عليا مديونات فوق ال 60 مليون جنيه، فحطوا ده على النوته والفاتوره هبدفعها بعد كده، ومحدش عارف ياخد منه حق ولا باطل. هو لعبها بذكاء. تيجي للناحيه التانيه الاهلي، الراجل قال لك انا هلعب الماتش ما عنديش اي مشكله. طب يا اتحاد كوره، انت ليه وصلت الموضوع للمرحله دي؟ هو انتوا ما فيش اي حد بيفكر؟ ما فيش اي حد عنده تفكير ازاي يحل الموضوع ده؟ ما طلع القرار. هو ساعتها كهربا غلط، الفيديو اللي انا شفته ان هو قال كهربا مش عارف ايه. طيب خلاص، ما تطلع قرار ايقافه اللي انت قلته 12 ماتش 8 ماتشات. لكن لا، احنا هنفكر اصل هيتوقف من الفيفا، فهنيجي النهارده نلبسها في الفيفا مش عارف ايه. ده اللي اتحاد الكوره فكر فيه من غير ما حد يضحك عليك. هو فكر كده 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 كهربا هيتوقف، فنلبس دي في دي. وده ما حصلش، وهنا اتحطوا في الموقف. طب يا عم تتصرف. يعني فين الحنكه وفين هطلع القرار واستأنف يا اهلي زي ما انت عايز. هنطلع 12 ماتش، الاهلي يوافق بقى، الاهلي يستأنف يبقوا 8 يبقوا 6 يتشالوا تخليهم زي ما هم 12. خد القرار ونفذه، دي وجهة نظري. تاني بقول لك طلع ميولك التشجيعيه على جنب، لا انا هاخد قرار ويتنفذ، والاستئنافات دي بعد كده. نفس القصه الناحيه التانيه الزمالك. هو الراجل حقه، قال لك انا ازاي 3 شهور بغض النظر بقى مين فيهم اللي صح. طب انت النهارده هتعمل ايه بقى في ماتش السوبر؟ جاي الناس كلها، لا بصيت ان في دي دوله بره بنلعب معاها وفرقه بلد مستضيفانا وعاملين معانا الواجب وزياده، ورعاه مدفوعه دافعه فلوس فعادي بقى كبر دماغك يا راجل، ما فيش مشكله. هنلاعب بقى مين مش عارف. جه الزمالك، زي المهم نرجع لموضوعنا، الزمالك زي ما قلنا خلاص انسحب. طب احنا هنلاعب مين؟ هنلاعب بيراميدز، الاهلي هيلاعب بيراميدز. بيراميدز راح طبعا معيط وقال لك ايه، انا لسه راجع من بطوله افريقيا واخد على وشي وخسران، انا عايز افوق نفسي وعندي ماتش في الدوري. طب يا عم انت فكرت ان ماتش بيراميدز ده، البيراميدز عنده الاتحاد؟ فكرت ان هو عنده ماتش ضد الاتحاد السكندري؟ ده في نفس اليوم، يوم الجمعه كان المفروض عنده ماتش. طب انت ايه هتعمل ايه مع الناس بقى اللي راح الاستاد، والراجل المدرب الغلبان اللي هيقعد بقى يفكر كان بيجهز للاتحاد ولقى نفسه مره واحده بيجهز للاهلي؟
هتقول له تعالى بقى يا عم باتشيكو، فكك بقى من الاهلي، من الاتحاد، وركز مع الاهلي شويه. الناحيه التانيه طبعا كولر، الراجل بقى له اسبوع ل 10 ايام شغال على ماتش الزمالك، وازاي هيمسك زيزو شيكابالا والجزيري. مره واحده لقى نفسه بيفكر في رمضان صبحي وفخري لقاي ومصطفى فتحي. ايه يا جماعه المسخره دي؟ وبعد ده غير بقى ان كل واحد قاعد يفتي في النص كده في اليومين ثلاثه دول، لا احنا نلعب فيوتشر بقى علشان هو بطل كاس الرابطه. لا حضرتك، احنا نلعب طلائع الجيش علشان مش عارف ليه طلائع الجيش اصلا، الناس اللي بتقول طلائع الجيش. فكرت انت في الجمهور اللي رايح؟ فكرت الناس اللي طالعه من هنا وقاطعه تذاكر من مصر ودافعه فلوس؟ فكرت في الجمهور اللي هناك؟ فكرت في منظرك قدام الناس؟ ايه الفشل ده؟ قاعد بس بتفكر ازاي انا، لا الماتش لازم يتلعب، اصل في سبوبه، الرعاه دافعين فلوس، اصل احنا مسافرين، اصل من فشل لفشل. لو فضلنا في المشكله دي كده يا جماعه، باصين بس على اهلي وزمالك، كل واحد ماسك في فرقته. اه حاجه كويسه انك تقعد تشجع فرقتك وتفضل الانتماء والكلام ده كله، لكن يا جماعه نبص للموضوع من فوق شويه. منظرنا بقى ايه بقى؟ احنا بقينا مش على الخريطه اصلا. احنا خلاص، هو انت مقضيها ان الاهلي هو كل سنه هو ممثل مصر. او طبعا دي حاجه كويسه لجمهور الاهلي، لكن انا واحد تيجي تقول لي اه اهلاوي اتمنى ان الاهلي ياخد كل البطولات وهو يبقى فيش غيره في البلد دي، لكن ليه ما يبقاش في اهلي في افريقيا، والزمالك في افريقيا، وبيراميدز يلعب في افريقيا، وفيوتشر يلعب؟ ليه باصين من العين الضيقه دي على الاهلي والزمالك بس؟ عندك ما هو كل اللي بص على اللي حوالينا كلهم سبقونا ازاي. المغرب منتخب بقى قوي، والدوري بقى قوي، وبيطلعوا كل سنه معروف هو الرجاء والوداد لازم يوصلوا ايه، تمن او نص نهائي. نفس القصه تونس، تلاقي الترجي والرجاء، الترجي ومين تاني عندهم، اي فرقه تانية في تونس بتكمل بغض النظر. الجزائر نفس القصه. احنا الوحيدين اللي عايزين بس نقعد نبص كده لنادينا، كل واحد يبص للنادي بتاعه ويقول لك اصل ده فرقتي، اما ده حاجه كويسه نشجع فرقتك، لكن المجمل بقى احنا فين؟ بصوا على الدول اللي حوالينا يا جماعه. انت حاجه كوره يا فاشل، بص على اللي حواليك. بص المغرب عملت ايه في كاس العالم، وعامله ايه في دوري ابطال افريقيا. اصل في واحد يطلع يقول لك ايه، هم ناجحين كمنتخب لكن كان دي فشل. هو انا مش عشان ما خدش البطوله يبقى فاشل، بس راجل ضامن انه كل سنه بيدخل سيمي فاينال او فاينال في دوري ابطال افريقيا. لكن كمنتخب بقى بص عمل ايه، رابع كاس العالم. بص على السعوديه، ريمونتادا على بطل العالم الارجنتين في كاس العالم. اه ما خدتش، ما صعدتش الدور الثاني والكلام ده كله السعوديه، بس عملت ماتش عمرها. احنا لحد النهارده يا جماعه اي حد يسالك المنتخب يقول لك احنا احسن ماتش عملناه ماتش البرازيل 4-3، احنا في الاخر خسرناه. هو ده الواقع، انت لعبت كوره حلوه بس خسرت. السعوديه كسبت الارجنتين. الموضوع بقى مستفز. لا عارفين ننظم بطولات كاتحاد كوره، ده حتى المنتخب الاول مش عارفين ناخد كاس الامم دي اللي بننافس عليها بس وخلاص، وبنوصل بضربات الجزاء وبشق الانفس. كاس العالم ما بنضمنش ان احنا نروح، ولو رحنا كل 30 40 سنه بنروح بفضيحه. تيجي على منتخبات الشباب، خلاص انت بقى في الواقع في الحاضر انت رايح في 60 داهيه. طب نركز بقى مع الشباب والناشئين، رايحين في 70 و80 ومليون داهيه. شفت منظرهم عامل ازاي؟ لو في واحد عارف ياخد قرار، ولا واحد عارف يجيب مدرب عدل يمسك العيال الصغيره، ولا مدرب يمسك العيال الكبيره، ولا اي حاجه. في فاكرين طبعا قصه ايهاب جلال، اصل معناش شويه فته، ده كلام قاله رئيس الاتحاد. اصل ما فيش دولارات فجبنا ايهاب جلال، هوب في الطياره ماشي ايهاب جلال. نجيب كيروش، نجيب فيتوريا، هوب فيتوريا. النهارده بنفكر يعني ممكن كده يبقى في كلام، اصل الراجل الدولار غلي واحنا عاملين حسابنا الدولار ب 17 ووصل ل 30. ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ مالكوش كبير؟ يعني مفيش حد عارف يقيمكم ولا يقومكم ولا يحطكم على التراك الصح اللي تمشوا عليه؟ ولا عايزين تتعلموا؟ الوشوش هي لا عايزه تتغير ولا عايزه تتعلم. بقالنا اكتر من 10 سنين مفيش دورات للمدربين علشان يشتغلوا عدل. ويوم ما جبناها حطينا قيود وشروط، لازم يكون لاعب كوره، لازم يكون ممثل منتخب مصر، لازم يكون عنده ايد ثالثه، لازم يكون خزعبلي، كلام كله يودي في 60 داهيه. هو ده انتوا شايفين العالم حواليكم بيمشي كده؟
طبعا ده غير بقى الحاجات الصغيره الحلوه بقى بتاعت الدوري من جوه، يعني تلاقي فرقه لابسه لبس والحارس لابس ماركه تانية، وتلاقي التصوير مره اتش دي ومره واحد بيصور بالموبايل والمشاكل بقى الداخليه الفرعيه، اصل الحكم ما بصش للفار، اصل الفار عطلان عشان راجل بيعمل كاتل بيعمل فيه شاي، اصل الحكم ما شافش من الزاويه دي، اصل الجمهور زادوا كان المفروض يبقوا 2000 بقوا 2100. ده اللي احنا عايشين فيه فقط لا غير، لا عارفين نوجه صح ولا عارفين نتطور، وبقينا ممسوحين من على الخريطه، لا في انديه نافعين ولا في مستوى عالمي نافعين ولا اي حاجه. هنفضل طول عمرنا ماشيين احنا عندنا محمد صلاح، عندنا محمد صلاح، عندنا محمد صلاح. اتحاد الكوره فاشل، لازم يلاقي حل. ان هو زي ما قلت لكم في اول الحلقه، هو طول عمره بيطبطب للاثنين عشان بيخاف منهم للناديين الكبار، اللي انا مقتنع تاني ان كل واحد وجهه نظره صح، عشان بس ما نبقاش كدابين، يبقى فير في الحلقه. هو كل واحد شايف وجهه نظره صح، وانا مع الاثنين. انا لو مكان الاهلي هطعن على القرار واقول لهم انتوا لسه صاحيين واللجنه دي مش مظبوطه اصلا ومش قانونيه، ولو مكان الزمالك اقول انتوا لسه برضه صاحيين، انتوا جايين بعد 3 شهور طلعوا قرار واللعيبه حصل فيهم امام وشيكابالا لازم يتطبق. لكن لما الاثنين اصطدموا مع بعض، انت لبست في الحيط. انت بص خلاص بقى، هم اللي زنقوك. اتحاد الكوره ده لازم يبقى اقوى حلقه في المنظومه. ما تفرحش ان انت كنادي اقوى من الاتحاد الكوره. والله يا جماعه دي رفاعيه اسمها ايه يعني، هيافه يعني، دي الكلمه اللي تتقال. اه افرح لناديك وانتمي وقول الاهلي لازم يعمل كده والزمالك يدوس على ده، بس وقت الجد احنا مفضوحين. يعني هنروح فين بعد كده؟ والله العظيم هيبقى هنصحى، احنا صحينا خلاص بس هنصحى على فضيحه اكبر بقى، اللي هو تلاقي نفسك بتقابل زامبيا تخسر 4-5، وتقابل ناميبيا بقى تقوم متعادل معاك هنا وكسباك هناك 3. هنوصل للمرحله دي. لا في حد بيخطط ولا حد بيعرف يصنع قرار ولا حد بيعرف ياخد قرار، والوشوش هي. امبارح رئيس واحد من مجلس الاداره يطلع يتكلم على انه زملكاوي ويكتب تويت على انه زملكاوي وهو في اتحاد الكوره، وقبليها اصل ده بيحب الاهلي، وفي المنتخب بقى عايزين نجيب واحد من الاهلي وواحد من الزمالك علشان يحصل موازنه والجمهور ما يقلبش علينا. لا احنا عايزين النهارده عايزين نشوف ماتش مصر والسنغال، كاس العالم بدا. يا جدعان بدا، واحنا لسه بنتكلم مع المهندس فرج عامر عادي وماشيين وراه كاتحاد كوره ان الماتش هيتعاد وكاس العالم شغال والسنغال بتلعب عادي، بس احنا هنلعب مكانها، اكيد القرار هيطلع. حاجه قمه الكوميديا. بتضحكوا على مين؟ انتوا فاكرين الناس ما بقتش فاهمه ولا الناس مش شايفه؟ وماسكين في قصه اصل الوزاره لو اتدخلت هيبقى تدخل حكومي فيوقفوا النشاط. لا مفيش الكلام ده. محدش هيسمح ان حد يطلع بره ويقول لك اصل دول بيتدخلوا مش بيتدخلوا. الموضوع محتاج قرار كده، هو انتوا استقيلوا من نفسكم، مش هنقولكوا احنا كوزاره وتصرفوا انتوا بقى، هاتوا بقى وشوش جديده، ناس متعلمه وناس فاهمه وناس عندها ضمير وناس ما بتخافش من الاهلي وزمالك، ولا ناس بتعمل حساب خلاص نجيب بيراميدز عشان بيراميدز، اصل ملاك بيراميدز بقى، اصل ملاك بيراميدز دول في الامارات، فهم وافقوا قال لك ايه يبقى نلعب في ارضنا والحكام بقى بتوع الفار اماراتيين، فالموضوع هيبقى حلو. هو اللي استفاد الوحيد من القصه دي كلها بيراميدز، الراجل ما كانش عنده اي بطوله السنه دي خلاص كده وافلاس وقصه كوميديه برضه، راح لقى نفسه بيلعب على بطوله فهيموت نفسه عليها. ما ينفعش اعتذر، لو هيلعب والله برجل واحده هيلعبه. ده حتى اللائحه اللي مين هيلعب بعد الزمالك كنا قاعدين فيها مشكله. لا وعندنا بقى اصل جاي دخل كاس الرابطه، اصل احنا بنلعب مش عارف، احنا بنلعب يا جماعه ماتش السوبر ده اقسم بالله ما بقيت فاهم ده بتاع ايه، بتاع الكاس اللي فات ولا الكاس الجديد ولا احنا بنلعب كاس، ويقول لك اصل ده الكاس اللي بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، لا ده بتاع السنه، انا ما بقتش فاهم احنا بنلعب في انهي بطوله. والله ما بهرج، الموضوع بقى كوميدي. تقعد كده الله ده الاهلي النهارده لو كسب في الكاس هيقابل كذا، يقول لك لا والله حضرتك الاهلي لو كسب النهارده هيلاعب كذا عشان ده في الكاس القديم، لكن الاهلي بقى في الماتش الجاي كسب كذا هيخسر من فلان عشان يلعبه في الكاس القديم. ايه المسخره دي؟ هاتوا ناس من بره تعلمنا، ما عنديش اي مشكله، هاتوا ناس من بره كده تقعد تعلمنا النهارده اصول الاداره 1 2 3، يكون عندك كادر بيعمل كذا وواحد بيعمل كذا وواحد بيعمل كذا، كل واحد ليه دور، ورئيس الاتحاد رئيس الاتحاد هو اللي بيقود القصه كلها. نيجي نقول لك اصل حازم امام ماسك ملف المدرب، اصل محمد بركات ماسك منتخب الاولمبي، اصل مش عارف مين ماسك الحسابات،
اصل مين النهارده مستخبي من رئيس مجلس الاداره في بتاع الزمالك في الحمام وقاعد بيدور عليه؟ اصل ده طلع النهارده السفريه ومش عارف ايه. رئيس بقى اتحاد الكوره مسافر النهارده يحضر نهائي كاس العالم في الكره الشاطئيه. ايه يا عم؟ ايه يا جماعه ده؟ انتوا عايشين معانا يعني، عايشين في اللي احنا عايشين فيه ده؟ كل واحد باصص لان الاهلي بس اهم حاجه والزمالك احسن. يا جماعه الموضوع اكبر من كده. الموضوع بقى مش سمعه بقى وهكبر الكلام واقول لكم سمعه بلد والكلام ده، بس احنا كمشجعين احنا اللي هنتقهر في الاخر. يعني احنا حب الكوره ابتدى يموت تدريجيا او يقل باللي بنشوفه. لا ده هينعدم، هتموتونا بقى في الكوره كتشجيع. لا انا النهارده عادي خسرنا النهارده من الكاميرون. اصل الكاميرون يا عم عندها لعيبه محترفه. السنغال يا عم دي عندها 380 الف محترف، احنا فين وهم فين؟ طب يا جماعه احنا هنخسر من تونس. لا اصل تونس بيدخلوا الجمهور يقفل الملعب كله فمتعودين على الجماهير، واحنا لعيبنا مش متعوده على الجمهور. يا جماعه احنا خسرنا من الجزائر. اصل الجزائر لعبهم عنيف واحنا عارفين. هنفضل بقى نقعد نطلع مبرر مبرر مبرر؟ موضوع يقهر والله. ماتش الاهلي والزمالك ده بيبقى عيد في السوبر، ده بيبقى عيد احنا لينا كجماهير بنقعد نستنى الماتش ونشوف بقى وقاعدين وهنفكر بقى. انا النهارده لو قبل الماتش بيومين، طب كولر هيدوس على الزمالك تاني؟ الراجل ده اصله كان مدرب مش عارف ايه. لا وسوريو ده بقى اكيد بقى هيتعلم فهيعمل حاجه، فهنشوف ممكن النهارده يبقى مفاجاه وبدايه انطلاق جديده للمدرب الجديد والزمالك، ويكسر سلسله الاهلي في الفوز التاريخي او العدد التاريخي بكاس السوبر. لا اصل الزمالك محتاج الماتش ده عشان يفوق. قاعدين بنحسب حسابات كلها بقى لنا 3 اسابيع او شهر، نيجي لا والله الاهلي هيلاعب بيراميدز يا فندم علشان الزمالك رفض ومش عارفين هنعمل ايه. عبث وقله قيمه للمشاهد ومحدش بيحترم حد والله. هتفرجوا على الحلقه دي بعد سنتين ثلاثه وهتعرفوا ان احنا رايحين في 60 داهيه، نقول يا ريتنا ما حصل الكلام ده. يلا صدعتكم معلش وطولت عليكم. هو موضوع بس كان يحرق دم كده، كنت عايز اتكلم معاكم فيه. وان شاء الله نعمل حلقة تانية كده بعد السوبر ونشوف بقى ان شاء الله مين اللي هيكسب. ده لو اتلعب يعني بين الاهلي وبيراميدز اخر كلام يعني. يلا سلام عليكم.